عسلامتكم، مرحبا بكم. رجعنا اليوم بدبارة هكا خفيفة تساعدكم هكا في رمضان. اليوم عملت شوربة كيما سلطة الروز، لكن هي شوربة عملتها زعرة. إن شاء الله تعجبكم، تبعوا معايا الوصفة لخاطر جيت بالحق حاجة بنينة ياسر. وحضرت زيادة باتي. إن شاء الله يا ربي الغسيت تعجبكم، فتبعوا الوصفة. تويكا باش نحضر الخليط هكا التختوخ اللي باش نخلط به الشوربه. لهنا حطيت طرفين دجاج، انا باش نعمل كميه صغيره. حطيت راس متاع بصل ورحيته مع شويه ثوم، هكا 3 سنون ثوم. فواحد لهنا تابل وكرويه، فلفل اكحل، ملح وفلفل احمر. ولهنا حطيت مغيرفه متاع طماطم ظهرت لي هكا ناقصه شويه، فضفت مغيرفة أخرى. انتم إذا تستعملوا طماطم كونسنتري فقلوا من الكمية باش تجيكم هكا زعرة وخفيفة. لهنا باش نمرق الطنجرة متاعي. كما تشوفوا ما مرقتش برشا الحقيقة، الدجاج ما ياخذش برشا وقت باش يطيب. لهنا حطيت الشوربة متاعي باش نضيف لها شويه زيت، ما حطيتش كميه كبيره كما تشوفوا هكا، جوست كما قلت لكم باش نعمل كانها سلطه، يعني منها بلا برينسيبال ومنها مقبلات. ف زدت لهنا شويه زيت باش نخلطها كما تشوفوا فيها هكايا، وباش نحطها تفور على الصوص نتاعي. لهنا بعد التفويرة الأولانية خليتها تفور يمكن شي هكا متاع 20 دقيقة. دوبا ما تفورت باش نضيف لها تويكا الصوص هكايا من فوق، باش نرويها هكا شوية، نخلطوها ونخليها تفور مرة أخرى. الحقيقة ما شدتنيش برشا باش تطيب، معناها 45 دقيقة كانت حاضرة يعني الشوربة. لهنا باش ناخذ شويه زيتون، شويه فلفل برلعبيد، شويه كورنيشون، خليت زاده جبن مثلثات. انتم تنجموا تضيفوا اللي تحبوا عليه، تحبوا تزيدوا كبار، تحبوا تحطوا ما نعرفش اي حاجه هكا مالح، كيما تحبوا انتم، يعني تنجموا تضيفوا لها اي حاجه. لهنا كملت تويكا فورتها المره الثانيه باش نكمل نسقيها بكالصوص هذيك باش تبدا هكا مرويه مليح مليح، وباش نريش الدجاج زاده فوقها. هذه هي الشوربه متاعنا، وبالحق الريحه والبنه ما نحكي لكمش. كيما نعملوا سلطه الروز، سلطه الروز هكا تجي شويه يعني بيضه، لكن انا حبيت هكا نبدل شويه. كما تشوفوا الكعبة وقتها فورت مليح. لهنا باش نحطها تويكا في البلاتو متاعي، وباش نضيفوا لها الحظ سامحوني، الحاجات اللي حضرناهم هذوكم الكورنيشون والفلفل وكل، باش نزينوهم هكا من فوق. وكيف كيف الدجاج الحقيقة ما خليتوش كامل، انا ريشته. وهذا هو الطبيق متاعنا كيفاش منظره بالحق، بنين بنين وخفيف هكا، يساعد يعني في رمضان. فوالا هذه هي غسيتنا الأولانية. نمشيو تويكا نحضروا مع بعضنا باتيه هكا زادا كيف كيف في الخفيف، وما تشدش الوقت. يلا نبداو بالباتيه. الباتيه يا سيدي باش نحط الكسرونه نتاعي باش نعملها بالدجاج، الصدر نتاع الدجاج قطعته مرسوات كيما تشوفوا صغيرين على الاخر. حطيت شويه زيت، وباش نحط معاهم زاده راس صغير بصل، نفوحوها كيما مستانسين نعملوا كسوا في الطاجين والا هكا في صوص نتاع مقرونه. حطيت لهنا تابل وثوم، هرست 3 سنات ثوم. باش نضيفوهم شويه ماء باش هكا سكالوب يجي طري بالكدا، ما يبداش ناشف يعني. باش نضيف الكركم، وباش نضيف زعتر وكليل، هذوما يبنوا مع الدجاج، وفلفل اكحل، هذم هما فحاتنا. وباش نحط اكوتي نغسل شويه معدنوس، وباش نضيفه على التختوخ هذاك اللي حضرته.
نخليها هكا تاخو غلوة باش هكا الماء نتاعها باش المعدنوس يذبل والماء يتنحى. ومن بعد نضيفو بالطبيعة تحبوا تضيفوا برا عبيد دبر روسكم، هذايا زايدة من عندي يعني، أنا حبيت هكا شوية حاجة محرحرة يعني. وباش نضيف لها الجبن مكعبات ولا مثلثات، وباش نضيف زادة موتزاريلا. وهذا هو تختوخنا سهل على الاخرى. قلت سامحوني بربي رمضان وما كنت تعرفوا يعني. فوالا هذا هو خليطنا. انا الحقيقه للباتي شريت البات حاضره بويسك ما عنديش وقت نخدم وكل شيء، فاخذيت الباتي يعني البات حاضره وحضرنا. هذا هو الخليط. ما بقى كان باش نعملوا كعبات الباتي نتاعنا، وهكا نكونوا حضرنا هكا زوز حاجات ما خذوش منا برشا وقت. بالنسبه للناس اللي تخدم يعني ما تحبش الحاجه البيته هكا، نعطيكم فكره متاع حاجه هكا خفيفه يعني ما تشدش برشا وقت. فوالا هذه هي البات نتاعنا. انا باش نحلها وباش باش نقصها على حسب البلاتو اللي عندي، باش نحطها انا في فوالا. هذا هو البلاتو نتاعي باش نقص جوست انا باش نحط لا بابي كويسون من لوطا، وباش نتبع هكا القياس على البات بالطريقه هذه. نحط البات نتاعي تويكا هكا من لوطا، ما تستحقش بالطبيعه زيت والا زبده باش تدهنوها، من غير ما تدهنوها هي ديجا كلها زبده. باش نحط تويكا الخليط نتاعي وباش نفرقه هكا على الكوانات باش يكون قد وباش نقص اكوتي عجينه اخرى زاد نفس القياس بالطريقه هذيا. نغطيها وكما عملتش يعني كل كعبه وحدها ويشد الوقت وكل ايدو في تخو هيك كامله يعني. فوالا انا جوست لهنا باش نسكرها من الجناب هكا بالفرقيطه باش ما تتحلش بالطبيعه. بورتون انا ما فيهش عظم يعني ما تقلقش، لكن هكايا باش نضمن انها ما تتحلش. لهنا خذيت الاصفر متاع العظم ضفت له شويه حليب وباش ندهنها هكا من فوق باش تعطي منظر مزيان هكايا، وباش نرشها شويه هكا بالسينوج من فوق. نجموا ترشوا بالجلجلين ولا باي حاجه تحبوا عليها نتوما. وباش نحطها في الكوشه انا خذيت مني 35 دقيقه على نار متوسطه مش نار قويه، ونسيتها شويه انا زعما لا تحرقت يعني تصهدت شويه هكا من فوق، لكن بنينه وبالحق حويجه هكا خفيفه مع الشوربه اللي حضرناها. ويكون هكا عندكم بلا والا دباره لطاولتكم في رمضان. ان شاء الله يا ربي الفيديو عجبكم، نشوفكم في فيديوهات جديدة ونستنى منكم التعليقات والتشجيع بالطبيعة، ونشوفكم على خير في الامان.